يجينا قانون عن نقص تدريب، قانون يشير لك إلى مشكلة نقص تدريب في البلد، وهناك برامج تدريب توها تمكين ماخذة من عندنا 200 مليون وعلى دفعتين، تونا حين ممولين برامج تدريب. فهناك عدد هائل من برامج التدريب وتقوم فيها وزارة العمل وتقوم فيها تمكين. هل مشكلتنا اليوم في البحرين نقص تدريب أم نقص توظيف؟ يعني مجلس الشورى عندما قام بصياغة هذا القانون هل كان لا يعلم بأن هناك بطالة عندنا وأنها هي المشكلة؟ يعني مو معقول اليوم أن احنا نتكلم عن عاطلين، آلاف العاطلين يحملون أساساً شهادات ويحملون خبرات وخضعوا لبرامج تمكين ودورات من وزارة العمل، أروح أقول له روح بعد تدرب في شركة وانتظر في قوائم البطالة. هذا اسمه إعادة تدوير البطالة، أنت قاعد تعيد تدوير البطالة من جديد، ترجعه في نهاية الصف، أنت ما قاعد تحل مشكلة توظيف. فلهذا السبب إحنا كمجلس رافضين مثل هذه الأطروحات، رافضين مثل هذه التشريعات. ليش نسبب زحمة تشريعات عندنا؟ اليوم تشريع بخصوص بشأن التدريب المهني، باكر بشأن التدريب الحرفي، عقب باكر بيجينا تدريب نظري مثلا. فليش قاعدين نلعب بالمصطلحات والتشريعات ونضيع وقت المجلسين؟ ليش ما يجينا القانون بكل شجاعة يتكلم عن التوظيف؟ أما أنك تقول للشباب تعال تدرب، لا، هذا تشكيك في كفاءة الشباب البحريني، هذا تشكيك في برامج تدريب تمكين، هذا تشكيك في الشهادات اللي هم خريجين المدارس حتى. يعني عندنا الحمد لله بطالة، أنا أقول الحمد لله عندنا بطالة، لكن بطالتنا كفاءة من الكفاءات. عندنا بطالة أصحاب شهادات عليا، احنا بطالتنا مو بطالة شوارع، احنا بطالتنا من حملة الشهادات اليوم كلهم مثقفين. ممكن ان حل البطالة سهل جدا بقرار البحرنة. ما عندنا بطالة شوارع او بطالة بلا شهادات، كلهم اصحاب شهادات. فحل مسألة البطالة جدا سهل. اليوم احنا امام فائض تشريعات، ندعو المجلس الى التركيز، المجلسين الى التركيز في حل المشاكل. فنكون صريحين، طبعا احنا مو بحاجة لهذا القانون، احنا بحاجة الى قرار سيادي اللي هو البحرنة، حاجة الى قرار بس يوقف لنا وزير العمل او اي وزير معني يقول حاضر احنا مع البحرنة، فلنشرع معا نحو البحرنة وانهاء هذه المشكلة. شكرا. شكرا سعادة نائب. هشام العوضي تفضل. سعادة نائب هشام.